ده للناس اللي زهقت من البيض في أكلها. تعالوا أقول لكم ليه لازم أحط البيض في وجبة الفطار. لأنه واحد من أهم مصادر البروتين، يعني أنت لو كلت بيضتين في الفطار بتاعك تبقى أنت خلصت 180 سعر حراري من سعراتك اليومية، وكمان 14 جرام من احتياجك للبروتين. وطبعا مش محتاجة أعرفكم أهمية البروتين في بناء العضل والأنسجة والأربطة والأوتار، وكمان داخل في تكوين الهرمونات والناقة العصبية. ولأن البروتين بطيء في الهضم وفي الامتصاص، فده معناه إن هو بيستهلك وقت وبيستهلك طاقة، فده بيساعدنا على الشبع لفترة طويلة وبيساعدنا على نزول الوزن. كمان في أبحاث أثبتت إن البيض ليه دور مهم في تثبيت نسبة سكر الدم، فطبعا بيحافظ على مستوى الأنسولين، وده برضو بيساعدنا في الآخر على الشبع لفترة طويلة. كمان في أبحاث اتنشرت في International Journal of Obesity بتقول إن الناس اللي بتاكل البيض في وجبة الفطار بيساعد على نزول وزنهم خلال 8 أسابيع أكتر بمعدل 65% من الناس اللي بتعتمد في أكلها على حساب السعرات. كمان البيض غني جدا بالفيتامينات والمعادن، ودي قليل إن احنا نلاقي أكلة واحدة أو نوع واحد في أكلنا بيحتوي على كل الفيتامينز والمينرالز دي. يعني مثلا بيحتوي على B3 و6 و12، في فيتامين دي، في فوليك أسيد، في كالسيوم، حديد، في سيلينيوم، زنك، فوسفور، نحاس. آخر حاجة بقى، وده بقى عامل مؤثر جدا في اختيارنا لأكلنا، إن البيض رغم إن سعره بقى غالي، بس هو لسه ستيل لحد دلوقتي مازال أرخص مصدر للبروتين.